هو لازم نركب كليبس قبل ما ناخد جلسات الكيماوي في حالات سرطان الثدي. معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية، وهشرح في الفيديو امتى نركب كليبس وامتى لا. طبعا القرار الجراحي بنقرره للحالة اللي اتشخصت بسرطان الثدي قبل ما نبدا اي علاج خالص. حتى لو احنا هناخد كيماوي الاول، لازم القرار الجراحي سواء هنعمل استئصال للثدي كله او استئصال تحفظي هنشيل الورم بس مع الغدد الليمفاويه، بناخد القرار قبل ما نبدا اي جلسات، وده بناء على الفحوصات الكامله اللي لازم نعملها قبل بدء العلاج: الماموجرام والرنين المغناطيسي او ماموجرام بالصبغه، والعينه بالابره القاطعه، ودلالات الهرمونات على العينه. وفي بعض الحالات المتقدمه بنحتاج نعمل مقطعيه على الصدر والبطن والحوض عشان نتاكد من المرحله بتاعه الورم، ونتاكد ان مفيش اي انتشارات بره الثدي. ومن الفحوصات دي كلها بنقدر نحدد، طبعا مع الفحص الاكلينيكي بنقدر نحدد اذا كنا هنعمل عمليه تحفظيه ولا هنعمل استئصال للثدي كلي. لو هنعمل استئصال للثدي كلي يبقى مش هنركب كليبس، لان مهما ركبنا الكليب واحنا هنعمل استئصال كلي مش هيبقى ليه اي فايده خالص. لكن لو هنعمل استئصال تحفظي يبقى هنركب كليبس، لان في بعض الحالات بنبقى متوقعين ان الجلسات الكيماوي هتعمل استجابه قويه والورم ممكن يختفي، وفي حاله اختفاء الورم واحنا مش معلمينه او مش مركبين عليه كليبس بنضطر نعمل استئصال للثدي، ما نقدرش نشيل مكان الورم لاننا مش هنبقى عارفينه. فتحسبا لاختفاء الورم او ان هو يجيب كومبليت ريسبونس او استجابه كامله ويختفي تماما، بنبقى حاطين كليبس في مكان الورم، وبالتالي نقدر عاملين العلامه ديت واحنا جايين نعمل العمليه، بنحط عليها سلك ونعلم الكليبس بسلك ونقدر نشيل مكان الورم ونعمل العمليه بتاعتنا بسلام. يا رب اكون افدتكم. تابعونا في فيديوهات تانية كتير، متنسوش تعملوا لنا فولو لايك على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك.